اليوم حضرت دجاج بالخضرة والبشاميل، أكلة كتير طيبة وبسيطة وما بتاخد وقت. خلونا نشوف سوا كيف حضرتها. أنا استخدمت صدور دجاج، فيكن تستخدموا الوراك. تبلتهم وقلبتهم من كل جهة تقريبا 3 دقايق. وهلأ بنفس المقلاية ملعقة زبدة، بصلة مقطعة عن ناعم ورشة ملح، وبقلبها لحتى تدبل. أنا هون استخدمت الفليفلة الألوان، فيكن تستخدموا أي نوع خضرة أنتو بتفضلوا. هلأ رح أضيف الفطر الفريش وبقلبه. هلا رح اضيف شوية بهارات رح تظهر عندكم على الفيديو، وربع كوب من الكريمة. فينا نستبدله بملعقة جبنة دهن. هيك الخضرة عندي صارت جاهزة، بضيفها فوق الدجاج اللي حضرناه. منضيف كمية منيحة مثل ما شايفين. هلا رح اضيف البشاميل. البشاميل عبارة عن ملعقة طعام زبدة، ملعقة طعام طحين، وكوب من الحليب. اخر شي رشة جوزة الطيب، وهي اختيارية. وهلا رح اضيف الجبنة. آخر شي رح أضيف رشة أورجانو، بتعطيها طعمة كتير طيبة. وعلى الفرن من تحت 20 دقيقة لحتى الصوص ياخد مع بعضه، ومن فوق منأمرها مثل ما شايفين. ريحتها بتشهي. أنا قدمتها حد بطاطا بيوري ورز، مع يعني فيك تقدميها هيك أو هيك، اتنيناتهم كتير طيبين. حطيت شوي على البطاطا بيوري أورجانو وشوية جبنة. هلا رح فرجيكم إياها من جوا. شكلها بشهي وطعمتها كتير طيبة. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وألف صحة وعافية.